بما ان الطماطم الايام دي اسعارها نزلت كتير عن الاول ورخصت. الاول كان سعر الطماطم وصل ل25 جنيه و30 جنيه. الطماطم اللي قدامكم دي انا جبتها ب5 جنيه. بصراحة لاني رحت اشتري صلصة لقيت البرطمان معدي 60 جنيه، فقلت حرام، عشان ايه يعني؟ جبت 10 كيلو طماطم زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده. ال10 كيلو دول ب50 جنيه، ووفرت فيهم كتير جدا، وهنعملهم زي بتوع المصانع واحلى وانضف كمان. بس يا ريت اللي اول مره يشوف قناتي يا ريت يشجعني ويعمل لي لايك وسبسكرايب. انا هنا كنت جبت الطماطم وغسلتها كويس جدا، مره بالميه بس لوحدها، ومره بالميه والخل عشان اتاكد ان هي نظيفه. وبعد كده رحت جايه مقطعاها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. طبعا بشيل الجزء الاخضر اللي في الطماطم من فوق، وقسمت الطماطمايه قطعتين بالشكل ده. تمام، هبتدي اعلق عليها في حله كبيره، ولازم تكون الحلة واسعة عشان تعرفي تقلبيها كويس. هنا كنت علقت عليها وعدى عليها حوالي 10 دقايق. ابتدت الطماطم من تحت تطرى وتنزل ميتها، وابتديت اقلبها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. تمام، بتقلبيها من فوق لتحت عشان كلها تبقى سوا واحد، واللي تحت يعني ما يتحرقش مننا، وفي نفس الوقت اللي فوق ينزل هو كمان المية بتاعته. واستوت معايا لغاية ما بقت بالشكل ده كده. شفتوا الحلة يعني نزلت كتير قد ايه وقصرت كتير قد ايه؟ هي هنا خلاص كانت استوت معايا، والمية اللي فيها كلها كانت نشفت ووصلت للقوام اللي انتوا شايفينه ده. طبعا انا بسيبها تبرد، ما بعملش فيها اي حاجة طول ما هي سخنة. تمام، وضربتها بالهاند بلندر. انت مش موجودة عندك هاند بلندر، انت ممكن تستعملي الخلاط، بس لازم تكون الطماطم باردة او دافية، ما تبقاش سخنة قوي عشان ما يبقاش غلط على الخلاط. تمام، ضربتها بالهاند بلندر زي ما انتوا شفتوا كده، وابتديت اجيب مصفى. اي مصفى عندك استعمليها، بس انا بحب استعمل المصفى دي لان هي بتحوش عندي القشور كلها، وبتحوش عندي البذر. وطبعا القشور بتاعه الطماطم بتبقى صعبه قوي في الهضم، فانا بفضل ان انا اصفيها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. هنزل بكميه تانية برضو، وهقلبها بنفس الشكل ده كده لغايه ما تتصفى. وعلى فكرة في ناس بتعين الطماطم بقشرها عادي، بس انا بحس ان هي بتغير طعم الطماطم المتخزنة عموما، فبفضل ان انا اعملها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، واصفي منها اي طماطم او اي بذر. هنا خلاص كنت صفيت الكمية كلها، ودي كمية القشر والبذر اللي طلعت معانا. ما طلعتش معايا كمية كبيرة بصراحة، دول طلعوا من 10 كيلو طماطم. معايا هنا بقى حلة، وبنزل فيها بالطماطم اللي انا صفيتها. وهبتدي بقى اقول لكم انا هحفظها ازاي، عشان ولا لونها يغير معايا ولا طعمها يغير معايا، وتفضل معاكي اكبر وقت ممكن في الفريزر. نزلت هنا ب5 معالق ملح كبار، والملح ده هي دي المادة الحافظة بتاعت الطماطم او بتاعت الصلصة اللي احنا بنعملها. ونزلت كمان ب3 معالق سكر كبار، والسكر انا حطيته عشان اعادل الحموضة بتاعت الطماطم. وكمان ربع كوباية زيت، الزيت بيديها لمعة حلوة قوي. هنقلب بقى المكونات دي كلها مع بعض، وهندوبها في قلب الطماطم. شايفين قوامها عامل ازاي وهي لسه ما غلتش ولا تقلت؟ هتشوفوا دلوقتي شكلها بعد ما تغلى وتتقل. انا هنا سبتها حوالي 10 دقايق، كانت غلت معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا بعمل الخطوة دي علشان اتأكد ان اي مية جواها خلاص مش موجودة ونشفت. شايفين القوام عامل ازاي وتقيلة ازاي؟ طبعا انا هنا هسيبها لغاية ما تبرد معايا، مش هحطها في قلب الاكياس وهي سخنة. هنا كنت سبتها بقى لغاية تاني يوم، لغاية ما بردت تماما معايا، عشان ابتدي احطها في قلب الاكياس واستعملها بالشكل اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي. هنا انا جبت الكوباية دي عشان اسهل على نفسي وانا بحط الصلصة ما تقعش مني او تتكب مني على الارض.
بدخل فيها طبعا كيس تلاجة بالشكل اللي انتوا شفتوه ده، وبحط كمية الطماطم اللي على قد الطبخة اللي انا بستعملها. طبعا كل حد بيختلف على حسب الكمية اللي بيستعملها في الاكل بتاعته. تمام. بفضي منها الهواء، وبحاول اسيب فيها جزء بالشكل ده كده عشان تبقى مفرودة، وانتي بتحطيها في الفريزر اول ما هتطلعيها هتبقى سهلة جدا تفك معاكي بسرعة، مش هتاخد معاكي وقت كبير. شايفين لون الطماطم عامل ازاي؟ حاولي دايما وانتي بتحطيها في التلاجة تبقى مفرودة بالشكل ده كده، عشان لما تطلعيها تفك في ثواني وما تاخدش معاكي وقت. شايفين اللون والقوام عامل ازاي؟ دي الكمية اللي انا طلعتها كلها من الطماطم. يا رب يكون الفيديو عجبكم وتشجعوني وتعملوا لي لايك وسبسكرايب.